السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. قبل ما ابدأ في موضوعنا، يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك. ولايك حلوة منكم كده وتعليق حلوة منكم كده. واي حاجة عايزين نتكلم فيها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات اتكلم فيها. اي موضوع انتوا عايزين نتكلم فيه اكتبوا لي عشان اتكلم فيه. طيب دلوقتي انا هتكلم في المشاكل الزوجية وتأثيرها على الأولاد. احنا طبعا عندنا الشعب المصري كله بأكمله مفيش بيت من البيوت بيخلى من المشاكل يا جماعة. تمام. مفيش بيت من البيوت بيخلى في مصر، مفيش بيت بيخلى من المشاكل. تمام. فهنتكلم في المشاكل الزوجية وتأثيرها على الأولاد. طيب، المشاكل الزوجية وتأثيرها على الأولاد. يا ريت يا جماعة مشاكلكم تبقى بينكم وبين نفسكم، بلاش ولادكم يسمعوها، بلاش ولادكم يعرفوا بيها، بلاش يعني لما يكون في مشكلة حاولوا تعالجوها بالراحة من غير ما تدخلوا حد. انا لو بقى مشكلة كبيرة قوي 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 ومش هتنفع تتحل الا بدخول مثلا والد والزوج والزوجة ووالدتها وكده، فبيعملوا قعدة وبيحلوا المشكلة وبتصفوا. بس انا بتكلم دلوقتي على تأثير المشاكل دي على الاولاد. تمام. نصلي على الرسول عليها افضل الصلاة والسلام. طبعا احنا عندنا اول حاجة اللي هي المشكلة دي يا جماعة، سواء مشكلة عن الفلوس، سواء مشكلة بين الزوج والزوجة، سواء مشكلة في البيت بشكل عام، سواء مشكلة مع الأولاد بشكل عام. احنا عايزين نحل المشكلة دي بالراحة. طيب احنا هنحل المشكلة ازاي؟ أول حاجة احنا هنقعد نفكر بينا وبين نفسنا نحل المشكلة دي ازاي يا جماعة. هنجيب حلول للمشكلة. يعني احنا هنقعد بينا وبين نفسنا كده نقول مثلا هنحدد الاول المشكلة دي جت منين، او كان مصدرها ايه، او جت ازاي. تمام. وبعدين نحاول ان احنا نحل المشكلة بينا وبين نفسنا. هنحاول يعني نحط حدود للمشكلة دي علشان خاطر احنا نحلها. تمام. وبعد كده نعرض هنعرض الحلول ازاي، ان احنا نبدأ نتعامل مع المشكلة واحدة واحدة. اول حاجة طبعا لو في يعني هفرض لكم مثالا دلوقتي المشكلة صغيرة. هنفرض مثلا ان جوزك اتأخر بره البيت من غير ما يقولك، وانت عمالة تتصلي عليه وقلقانة وهو ما بيردش عليكي، هتعملي ايه؟ لا، اول ما يجي من البيت طبعا انت قاعدة متوترة وقاعدة قلقانة وقاعدة خايفة. طيب، فانتي لو ابتديتي اول ما دخل من الباب انت ما بتردش ليه، انت اتاخرت ليه، انت عامل معايا مشكله. طبعا انا بديكم مثال صغير يا جماعه لمشكله كلنا بنمر بيها، عادي، مشكله عاديه وعابره جدا. تمام. ما دخلتش في الغويط، يعني انا ما دخلتش في الغويط. فانا بديكم المثال الصغير دوت علشان خاطر احنا نعرف احنا هنعمل ايه. طبعا احنا هو مش موجود، هنقعد مع نفسنا هنفكر طب انا لما يجي مثلا هزعق واتخانق واعمل مشكلة؟ لا. الاولاد مثلا هيصحوا، الاولاد هيتأثروا، نفسيتهم هتتعب. فاحنا نحاول على قد ما نقدر نهدى، نكون هاديين كده ونكون اتأخر مش عايز يقولك هو فين، ما تحطلوش اي اهتمام، ما تعمليش دماغك دي اعصابك دي عليه هو وبس. سيبيه يتأخر يروح في الحتة اللي هو عايز يروح فيها. المهم انتي، مهم نفسك ونفسية اولادك، نفسية اولادك عشان ما تتأثرش بالحاجات بالمشاكل دي. لان المشاكل دي بتسبب للاولاد ازمات نفسية بعد كده، بتسبب للعيال ازمات نفسية انت بتبقيش عارفة تتصرفي ازاي. فانت خليكي يعني احنا اتجوزنا، والثمرة اللي معانا دول دلوقتي ثمرتنا. احنا نحاول ان احنا نكبرها ونراعيها ونديها، ولا نحاول ان احنا
اول ما نزرع في قلوبهم، نزرع في قلوبهم الغضب، ونزرع في قلوبهم المشاكل، ونزرع في قلوبهم الكره، انت من غير ما تقصدي قدام اولادك مش هتحسي بنفسك، ومش هتحسي بشعور الغضب وهو مسيطر عليكي، فهتعملي مشكله كبيره بينك وبين جوزك من حاجه بسيطه ممكن تتعالج مع الوقت. اما لو انت سكتتي وخدتي جوزك كده على جنب مثلا، وقعدتي اتكلمتي معاه بالراحه، وانت ما بتردش عليه ليه، وايه اللي حصل، وفي ايه ده، انا قلقت عليك، بالراحه كده خالص، المشكله هتتحل صدقوني في ساعتها. تمام. طيب، لان في يا جماعه رجاله بتبقى عناديه، في رجاله بتبقى عناديه، فاحنا مش عايزين نزود العند بتاعهم، احنا عايزين نعمل اللي احنا عايزينه بس بالراحه. طيب. في كمان يعني احنا عايزين ولادنا، لو ابننا او بنتنا قابلتهم مشكلة ما، نحلها ازاي او نتكلم معاهم ازاي؟ نقعد نشرح لهم امثلة، ده صح ده غلط، ده صح ده غلط، ده ينفع ده ما ينفعش، ده يصح ده ما يصحش. يعني بصوا، الزمن اللي احنا فيه دوت لازم فيه التوعية، لازم يا جماعة نقعد نوعي أولادنا، نقعد نوعي بناتنا، نقعد نوعيهم من كل اللي حواليهم، من صحابهم. طبعا انتي بتبقي عارفة صحاب بنتك أو صحاب ابنك، فشايفة الوحش وشايفة الحلو، انتي مش هتمنعيه، اصل انتي لو قلتي له روح ما تكلمش ده يروح يكلمه من وراكي، ما تصاحبش ده يروح يصاحبه من وراكي، وهيعمل اللي هو عايزه من وراكي. فانت طبعا لا هتقدري تضربي السن اللي هو الكبير ده، لا هتقدري تضربي، ولا هتقدري ان انت تعملي معاه مشكله، يعني هيعمل مشكله وهيعند معاكي اكتر، المشكله لو عملتي معاه مشكله هيعند معاكي اكتر. فانت هتعملي ايه؟ هتجيبيه بالراحه كده، يا ابني يا حبيبي مثلا خلي بالك من نفسك، بلاش تعمل الحاجه الغلط، تنبهي عليه. لو مثلا صاحبك قال لك خد حاجه ما تاخدهاش، قال لك اشرب سيجاره ما تشربهاش، قال لك اعمل حاجه غلط ما تعملهاش. لان الشباب اصلا، الشباب اليومين دول يعني بصوا، بي يعني بيحاولوا ان هم يضغطوا على بعض بشكل غير طبيعي. والله العظيم ثلاثة، ما بيفسد الصاحب الله صاحبه، وما بيفسد الولد الله الولد اللي زيه. فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوعي اولادنا، ان احنا نقول لهم يا جماعة، للاولاد اعملوا كذا، احنا بنرشد بس وبنوضح، ونقول ده صح وده غلط، ما عليك الله انت بترشدي، وصدقيني ابنك ان شاء الله فيه الخير، وهيقبل الصح منك باذن الله تعالى. انا اتكلمت معاكم كده في شوية نقط بسيطة وصغيرة، اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. اي موضوع يا جماعة عايزين نتكلم فيه يا ريت تبعتولي اتكلم فيه، علشان خاطر نفيد بعضينا. وصدقوني انا زي ما انتوا هتستفادوا مني، انا كمان هستفاد منكم من تعليقاتكم. لو اي حاجه انتوا عايزين نتكلم فيها قولوا لي اتكلم فيها، وان شاء الله الله المستعان اقدر يا رب كده اكون عند حسن ظنكم، واقدر ان انا يعني ربنا يساعدني، وربنا يا رب يعمل اللي فيه الخير لينا، ليا وليكم. ومع السلامه يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.